ميدانيا تصدت وحدة من الجيش والقوات المسلحة لمحاولة اعتداء إرهابي جبهة النصرة على أحياء السيبة وسوق سويدان والكرك والجمرك القديم بدرع البلد، وقضت على أعداد منهم، كما دمرت مقر قيادة وتحصينات ومرابط مدفعية وآليات لإرهابي تنظيم جبهة النصرة، وقضت على أعداد منهم من بينهم القائد العسكري لما يسمى لواء توحيد الجنوب المدعو إبراهيم فوزي المسالمة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران الحربي الروسي نفذ في سوريا 90 طلعة قتالية خلال الأيام الأربعة الماضية. من جهته أكد مركز التنسيق الروسي في حميميم أنه لم يتم تسجيل أي خرق لاتفاق وقف الأعمال القتالية في الغوطة الشرقية منذ أيام عدة. وأشار رئيس المركز الجنرال سيرجي كورالينكو إلى أن 91 بلدة انضمت إلى اتفاق وقف الأعمال القتالية، في حين تسلم المركز 52 طلبا للانضمام إلى الاتفاق. وأكد كورالينكو وجود قنوات اتصال مباشرة للمركز الروسي لتنسيق ومراقبة اتفاق وقف الأعمال القتالية مع نظيره الأمريكي في عمان لتبادل المعلومات حول خروقات الاتفاق. ولفت كورالينكو إلى وجود قنوات اتصال أخرى يتلقى المركز عبرها معلومات من مواطنين سوريين ومصادر خارج سوريا، مبينا أن المركز يتلقى معلومات سريعة وموثوقة من نحو 15 منظمة أهلية في سوريا. أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن أمله بأن يستأنف الحوار السوري خلال شهر أيار الجاري، وأن يتم خلاله وضع توجهات المناقشات المستقبلية. واستبعد لافروف في مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية عقد جلسات حوار مباشرة في جنيف لعدم توافر الشروط الملائمة لذلك، مؤكدا أن نزوات مجموعة معارضة الرياض بتأثير الأطراف الخارجية الممولة لها وخاصة تركيا تعرقل بدء مثل هذا الحوار المباشر. وقال لافروف إن العمل على موضوع الحوار المباشر سيكون ممكنا فقط عندما تجتمع كل الأطراف السورية على الطاولة نفسها، ولكن هذا الشرط غير متوافر حتى الآن، والظروف لم تتهيأ بعد لذلك، لافتا إلى أن تركيا بمفردها تمنع انضمام السوريين الأكراد إلى المحادثات. ودعا لافروف الولايات المتحدة إلى مطالبة حلفائها في الناتو بتنفيذ القرارات التي تنص صراحة على ضرورة مشاركة كل الأطياف السورية في المحادثات، كما طالبها بالوفاء بوعودها لروسيا بإبعاد من تسميهم معارضين معتدلين عن تنظيمي جبهة النصرة وداعش الإرهابيين. وجدد لافروف دعم روسيا لسوريا في محاربة الإرهاب والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية. أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف أليكسي بورودافكين أن المركز الروسي الأمريكي للرد السريع على انتهاكات اتفاق وقف الأعمال القتالية في سوريا بدأ عمله في جنيف اليوم. وقال بورودافكين إن الجانب الروسي يعول بقوة على أن العمل الفعال للمركز سيساعد على تجنب ووقف انتهاكات نظام وقف الأعمال القتالية في سوريا. أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا أن النظام التركي يواصل تأجيج الأوضاع في المنطقة، وأن أي آمال بأن تطرأ تغيرات قريبة على الدور المدمر الذي يقوم به عقيمة ولا طائل منها. وفي مقابلة مع صحيفة إزفيستيا الروسية قالت زخاروفا إن السلطات التركية تصاعد من دوامة العنف وتأجيج الأوضاع، موضحة أن روسيا تحلت بالصبر لفترة طويلة جدا في التعامل مع تركيا رغم أنها تدرك تماما السياسات التي تنتهجها. وبينت أن الحكومة الحالية تسعى جاهدة لاستعادة الجبروت السابق للإمبراطورية العثمانية بطريقة أو بأخرى، أو على الأقل هذه هي الصورة التي توحي بها سياساتها الحالية. وأضافت زخاروفا جميعنا نعلم ما هي النهاية التي آلت إليها الإمبراطورية العثمانية، ورغم ذلك فإننا نشهد الدور المدمر الذي تلعبه الحكومة التركية فيما يتعلق بجميع القضايا، سواء شبه جزيرة القرم أو سوريا أو إزاء اللاجئين والإرهاب.